ليه مصر دايما بتتهاجم والشعب المصري واي حاجه تخص مصر والرئيس السيسي اكتر رئيس في العالم بيتهاجم؟ وان زمان نقعد نسمع عن تقسيم الشرق الاوسط وتقسيم الدول العربيه وان الكيان عايز يعمل دولته من الفرات الى النيل. شايف كل بقى اللي انا بحكي لك عليه ده بدايته كانت من 2011 اول ما بدات الثورات بتاعه الربيع العبري. مين بقى اللي تصدى للمخطط ده كله ووقفه؟ مصر بقياده الرئيس السيسي. مين بقى المتحكم في الميديا والصفحات والاعلام العالمي ده؟ الكيان. الرئيس السيسي هدم لهم كل الاحلام اللي بيخططوا ليها من عشرات السنين. مين بقى اللي بيساند الجيش والرئيس السيسي؟ الشعب. عشان كده هو اكتر شعب بيتهاجم. هو مش دايما الرئيس السيسي بيطلع يقول في اللقاءات بتاعته ان الشعب هو عصب الدولة وان الدولة بتقع لما الشعب بيتفكك؟ عشان كده هو اكتر شعب واكتر دولة واكتر رئيس بيتهاجم. وعشان الاعلام كله والسوشيال ميديا بتاعتهم هم مكرسينها لمهاجمة مصر. حتى الصفحات الفيك والاكونتات الفيك اللي انت بتشوفها في التعليقات شغلها كله قائم على كده. اي حد ضدهم هيحصل فيه كده. وبصيت على ماكرون الايام اللي فاتت عشان وقف جنب مصر ضد الكيان، هتلاقيه هو اكتر رئيس بيتهاجم دلوقتي في اوروبا.